عودة أخطر دوري في العالم الإيجيبشن ليج. الأسبوع الأول أهلي وزمالك بيكسبوا وبيراميدز بيقع، وفضايح تحكيمية من أول يوم في الدوري المصري. هنتكلم في كل ده، بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. الزمالك بيقدر يكسب البنك الاهلي 3-2. الزمالك بادئ ومتحكم في الكوره وماسك الماتش من اوله لاخره، هجوميا ودفاعيا هو اللي مسيطر على الملعب، والبنك الاهلي بيحاول يعمل الهجمه المرتده على الزمالك، والزمالك بيقدر يسجل جول عن طريق ضربه ثابته عبد الله السعيد لناصر ماهر، جون جميل جدا. وناصر ماهر في الفتره الاخيره متفوق على نفسه، لان ناصر ماهر اللي كنا بنشوفه زمان مش هو ده بتاع دلوقتي. راجل بيضغط وبيقطع، بيعمل تاكلينجات ممتاز و10 على 10. مع عبد الله السعيد نجم الزمالك الاول دلوقتي، اللي كل جمهور الزمالك شايفه ان هو اللي شايل الفرقه على كتفه وبيتحرك بيها، ودي حقيقه ومحدش بيكذب فيها. بيكمل الماتش والبنك الاهلي بيجيب جون من ضربه جزاء، والزمالك بيرجع يتقدم عن طريق ناصر منسي، والبنك الاهلي بيجي له تاني ضربه جزاء، ودي كانت اول فضيحه في الموسم يعني. وبعد كده بيرجع الزمالك وبيكسب بضربه جزاء في الدقيقه 96، يعني في اخر دقيقه في الماتش. الماتش خلص جوه الملعب والحكم صفر بانتهاء المباراه وفوز الزمالك 3-2، لكن بره الملعب الماتش ما خلصش. فضايح للتحكيم وتسريبات للي حصل من الفار والحكم. الحكم والفار عملوا بلاوي، والتسريبات ابتدت تظهر، والصحفيين ابتدوا يتكلموا، والكوره في مصر كلها واقفه على رجل واحده بسبب غلطات الحكام. والحكم اللي بيحكم ده بقاله شهر ما بيتمرنش، والحكم اللي على الفار ما خدش رخصه فار. هو احنا ماشيين ازاي او بنعمل ايه؟ انا مش عارف. الفضايح دي من اول ماتش في الموسم او من اول ماتش كبير في الموسم وبتحصل كده، امال هنكمل بقيه الموسم ازاي؟ الله اعلم. ابراهيم نور الدين بيتفرض علينا في التحكيم علشان يبقى عضو مجلس اداره اتحاد الكوره الجاي، وهتشوفوا وده اللي هيحصل. هو الراجل بيقول انا داخل انتخابات، وبيظهر في كل القنوات علشان يقول لنا ان هو جامد قوي. ابراهيم نور الدين قلع الشورت والفانلة بقاله 3 اسابيع، فجاه بقى مدير فني للجنه الحكام. انا ما اعرفش مين اللي فكر فيها، هو يعني كازوكي ايتو بتاع البلاي ستيشن ده ولا ايه؟ راجل قلع الشورت والفانلة الاقيه بقى مدير فني للحكام. القرارات دي قرارات عجيبه، واول مره نشوفها في الكوره في حياتنا. حكم بيبطل امبارح بيبقى مدير فني النهارده. عموما الكلام ده هيودينا في 60 داهيه لو كملنا بيه، والاشخاص دي بتحارب بعضها كده. رئيس لجنه الحكام متعارض مع المدير الفني للجنه الحكام. هو انتوا بتتخانقوا مع بعض على ايه؟ هي فيها مربى فيها شوكولاته بتحبوها قوي على كده ليه؟ ربنا يرحمنا منكم، علشان انتوا اللي بتودونا في داهيه. الاهلي والزمالك هم اللي عاملين شكل للكرة في مصر، غير كده والله ما في اي حاجه. صح يا عم احمد؟ حصل الكلام ده. اهلي وزمالك لو اتشالوا من مصر احنا ملط. مش قوي والله العظيم ملط، مش قوي والله. يعني بتروجيت بيقدم اداء حلو ما علينا. ونروح بعد كده لبتروجيت وبيراميدز. بتروجيت عمل اداء ولا كانه فريق في الدوري بقاله 10 سنين. مسك بيراميدز عمل عليه كل حاجه في الملعب. بيراميدز ما كانش موجود، بتروجيت بيتقدم علشان كابتن احمد الشناوي اللي بيطلع لغايه تلت الملعب. انت عملتها 30 مره، كل مره بتطلع لغايه تلت الملعب ولا بتترمي ولا بتعمل تاكلينج ولا بتقطع الكوره ولا حتى بتترقص، ده انت بتقف مكانك. انا ما شفتش حارس مرمى عنده الموهبه دي من ساعه ما طلع وبنشوفه بالشكل ده في الملعب. انت ادائك في الملعب سيء جدا، واحمد الشناوي من نقط ضعف بيراميدز الكبيره جدا. حارس مرمى يعني الله يعينكم. وبنكمل الماتش ان بيراميدز بيحاول يرجع وهم ما عندهمش غير فيستون مايلي. الراجل ده حته مهاجم فعلا يستاهلوا فريق احسن من بيراميدز. والله مهاجم بيعمل كل حاجه، استلم الكوره ولف وحطها جول لوحده، مش محتاج مساعده منكم ومش محتاج ان انتوا تعملوا معايا اي حاجه. هي دي المهاجمين اللي المفروض تبقى في فرقنا المصريه، وهي دي المهاجمين اللي المفروض تكون محترفه، عشان في تنين تاني محترف هنتكلم عنه كمان شويه. لكن لتاني مره التحكيم بيعمل عهر تاني. كوره عرضيه بتتعمل وبتروجيت بيسجل منها جول، لكن الحكم بتاع الفار بيحسبها تسلل. لكن بعد الماتش بنكتشف ان بسم الله ما شاء الله حكم الفار حط النقط غلط. يعني الكوره مش اوفسايد، لكن حكم الفار لما حط النقط غلط خلى الكوره تبان ان هي اوفسايد بالخطوط. ده ايه الجمال ده؟ والله العظيم 3 انتوا لجنه حكام
زي الفل ما شاء الله عليكم. وبيخلص الماتش بين بيراميدز وبتروجيت بالتعادل 1-1. ولو بيراميدز حابب ان هو ينافس على الدوري مش هينفع يكون ده اداؤه. انت فريق عرفتنا السنه اللي فاتت ان انت تقدر تكمل في المنافسه، فنتمنى ان السنه دي الزمالك اول لما يظهر مع بيراميدز وتبقى المنافسه ثلاثيه، اهلي وزمالك وبيراميدز. نروح بقى للماتش اللي هربان من الدوريات الاوروبيه. سيراميكا كليوباترا عمل شوط اول على الاهلي مش طبيعي والله العظيم. 3 بينقلوا كوره، بيضغطوا، بيعملوا كل حاجه في الملعب، تحس ان هو فريق اوروبي على ارض الملعب. مش هي دي الفرق المصريه. وانا اتمنى ان انا اشوف فرق كبيره وفرق كتيره في الدوري المصري بتلعب باداء سيراميكا كليوباترا. لكن حظ سيراميكا كليوباترا السيء ان فوقان محمد الشناوي اللي شال بدل الانفراد 3 و4. لكن لعيبه سيراميكا ضيعت كتير، راحوا بانفرادات ما قدروش يخلصوها، والشوط الاول كان قرب يخلص 1-1. لكن علشان في مهاجم بيلعب فاولات وبيلعب بدماغه وبيلعب برجله، وسام ابو علي بيقف على فاول في الدقيقه 45 بيشوط وبتخبط في ظهر الحيطه وبتروح في الزاويه العكسيه وبتخش جول، والاهلي بيطلع 2-1 بعد شوط كان ممكن يخلص 4 و5 لسيراميكا كليوباترا. بنبتدي الشوط الثاني وبنلاقي ان كولر عمل تبديلين، طلع يوسف ايمن اللي كان كارثه في الشوط الاول بدنيا ونفسيا وتحركات مش موجود. الراجل ده اتلعب من وراه ولا 20 كوره. زلاكا كان هيبقى نجم الماتش الاول لو سيراميكا كسبت بسبب ان يوسف ايمن ما كانش بيعرف يغطي خالص. وانا مش عارف اللعيب ده نزل الملعب ازاي وهو مش جاهز لا بدنيا ولا نفسيا ولا تحركاته صح. انا حاسس ان يوسف ايمن احنا جبناه من حته لعبناه الماتش، لكن هو ما كانش مركز في التدريبات، مركز في اي حاجه. هنعتبر ان ده اول ماتش وهنستحمله فيه وهنشوف هو بعد كده هيقدم ايه. احنا شفنا حسام عبد المجيد موسم اول وتاني مع الزمالك ما كانش احسن حاجه، لكن الراجل بيطور من نفسه وبيحسن من نفسه، وعلشان كده بقينا نشوف ان حسام عبد المجيد مدافع كبير وبيتطور بشكل كبير. عايزين بقى نشوف يوسف ايمن هل هيقدر ينفذ ده ويطور من نفسه ويقدر يحجز مكان في الاهلي ولا لا. بيطلع يوسف ايمن واحمد نبيل كوكا وبينزل خالد عبد الفتاح مساك ومحمد مجدي قفشه في نص الملعب. ولكن الشوط الثاني بنشوف فريق تاني خالص، وده مش بعد 5 ولا 10 دقايق، احنا بعد دقيقه واحده الاهلي بيسجل جول من السنتره، باصه الثانيه الثالثه بتوصل لطاهر، طاهر بيضم لجوه وبيرفعها بشماله للمهاجم الافضل في الدوري المصري وسام ابو علي، بيحطها بدماغه مطرح ما هي جايه. الراجل ده عارف يركب الكره ازاي، بيعرف يركز ان هو يحط الكره في مكان الجون ما يقدرش يجيبها. مهاجم احنا نتمنى ان احنا نشوف 10 مهاجمين في الدوري شبهه، هو وفيستون مايلي. هم دول المهاجمين اللي احنا نحب نتفرج عليهم في كورتنا المصريه. ما عندناش مهاجمين مصريين، بس لما يكون عندنا اجانب بالشكل ده ممكن يعلوا من كواليتي اللعيبه بتاعتنا، يخلوا المهاجم الصغير يبقى نفسه يطلع ويتحرك التحركات دي ويجيب الاجوال دي. وسام ابو علي فارق جدا مع الاهلي، ووسام لو مش موجود في الاهلي او اتصاب او حصل له اي حاجه هيفرق جدا في هجوم الاهلي. الاهلي بيكمل الشوط الثاني وبيعمل لقطات ابداعيه في كل حته. هل الفريق ده اللي شفناه الشوط الاول؟ لا طبعا، فريق الشوط الثاني حاجه تانية خالص. الجول الرابع ضربه مرمى محمد الشناوي وقف جنبه مروان عطيه، ودي كنا اول مره نشوفها. مروان عطيه استلم من الشناوي الكوره جنب ال6 يارد، طلع بالكوره لوحده لقبل نص الملعب، ودي كانت تاني باصه بيباصيها لقفشه، قفشه لطاهر، طاهر بالعرض توصل لامام عاشور اللي بيعملها ثرو لحسين الشحات، جول من ضربه المرمى لجون 5 لمسات. كوره سريعه ومباشره بشكل كبير. الاهلي عمل اداء كويس بس في الشوط الثاني، لكن لو في الشوط الاولاني فده مش اداء فريق كبير اصلا، ولا فريق اصلا واخد الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، مش الاهلي بطل افريقيا وبطل الدوري. عموما الجوله الاولى جوله كويسه، ماتش الاهلي وماتش الزمالك كان فيه 5 تجوال و7 تجوال، والدوري بادئ بشكل حلو. غير كده ما شفناش حاجه تانية، الماتشات اغلبها 0-0 1-1. نتمنى ان احنا نشوف اداء اعلى. لكن عندي نقطتين 3 كده عايز اتكلم فيهم. بنبدا الدوري الممتاز بسم الله الرحمن الرحيم، استاد القاهره. احنا قفلنا والله هنغير النجيله. ليه يا جماعه؟ يعني ليه ما تغيروها من بدري يا جماعه؟ ما احنا كنا قاعدين فاضيين. ايه اللي حصل يعني؟ الاهلي والزمالك قعدوا شهرين بره في السعوديه وفي الامارات وما كانش عندنا كوره في مصر، ما غيرتوهاش ليه؟ لكن لا، حكم هنصفر بدايه الدوري نوقف استاد القاهره نقفله. كتر خيركم والله. النقطه الثانيه، الاهلي كان بيلعب على استاد السلام اللي في مصر، الاهلي بيلاعب سيراميكا كليوباترا. يعني ايه الاهلي يسجل جون نلاقي ان الشاشه اللي في الاستاد بتعرض جول وعليها شعار بورنوس موس؟ يا جماعه انتوا يعني انتوا بتوفروا فلوس، انتوا مستخسرين فينا ان انتوا تجيبوا ديزاينر عدل يعمل صوره؟ ده
دي جول، كلمه جول بتحطوا عليها شعار بورنس موس. والله العظيم ثلاثه هتفضحونا. هو عشان بورنس موس كسب ارسنال وكسب السيتي تحطوا له الشعار بتاعه عندنا في مصر؟ ما تبينوش بقى ان انتوا بتشجعوا ليفربول، يعني نخلينا اذكياء شويه يا جماعه. عموما الدوري المصري بتاعنا فيه كوره قليله جدا قد كده، لكن فضايح وبلاوي قد كده. مش عايزين نوضح اكتر من كده ونتكلم في مساوئ اكتر من كده، لان احنا بنتمنى التعديل. ربنا يكملها على خير ونقدر نكمل الدوري بتاعنا من غير فضايح اكتر من كده. وبكده اكون وضحت لكم كل اللي حصل في الجوله الاولى من الدوري المصري. بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.